يا سلام عليكم والف سلام عليكم. معنا اليوم مقطع جديد. يعني I think لا مو I think I'm sure انه هذا المقطع راح يعجبكم. I'm sure. ففكرة مقطعنا اليوم يعني انه اشياء راح تشوفها انت لاول مرة، ولازم يعني تشوفها قبل ما تموت. قبل ما نبدا اتمنى تشتركوا في القناة وتوصلونا ل5000 مشترك. اللي ما شاف المقطع تبع اهدافي سنة 2020 يروح يشوفها، يعني ترى يشوف الاهداف اللي يعني نبغى نوصل لها، وادري انكم راح توصلونا اكيد. فقلنا لكم نبغى نوصل 5000 مشترك قبل نهاية 2023. والمهم اللي مو مشترك يشترك، واللي مو ضاغط زر لايك يضغط. يلا نبدأ. أول صورة معنا لليوم هو هذه. في أشخاص منكم يعرفوها وفي أشخاص ما يعرفوها. فهي قنينة ماء. هذه نعم، هذه القنينة هي هذه اللي ظهرت أمامكم، بس يعني قبل ما يعني تصير للشكل اللي نعرفه واللي هو هذه. هي تدخل لآلة اللي يعني يملؤوها بماء أو مو ماء، هواء، يملؤوها بهواء حار يعني عشان تصير للشكل اللي نحن نعرفه. فإذا كنت تعرف هذه الأشياء يعني لا تسرع زيادة، لأنه أشياء صور قادمة ما راح تعرفها أنا متأكد. وإذا ما كنت تعرف هذه الأشياء فأنت أخذت معلومة معك. ثاني شيء معنا هو يعني تعرفون لما الواحد يبغى يعني يصبغ الجدران او هذا يصبغ، هذا تسمع من الداخل تعمل طق 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 في يعني في صوت، يعني لما يعني يصبغوا الجدران يعملوا في شيء طق من الداخل الصباغه. فهذاك الصوت اللي ما يدري وما يعرف، فهي ما ادري ايش اسمها بالضبط، بس يعني اللي كنا نلعبها في صغار هذيك. المهم شوفوا الصوره واحكموا بنفسكم. ادري انها معلومه معفنه ما لها اي قيمه، بس القادم افضل. استنى، لا تستعجل، القادم افضل. الشيء اللي راح اوريكم الحين راح تخلي عقلكم يتفرمد 180 درجه، راح يتفرمد عقلكم. وهي نظريه انه لو حطينا كوكب زحل مكان كوكب القمر. القمر اصلا مو كوكب، فيعني انه المسافه يعني بين الارض وزحل نفس المسافه بين يعني الارض والقمر. فمنطقيا ورياضيا وفيزيائيا وفلسفيا راح نحصل على هذا الشكل. كلنا ندري عن شكل قلب الإنسان، شكله، لونه، درسنا عليه وندري عليه كل شيء. ولكن ما درسونا كيف شكل القلب بدون دم. فهذا شكل القلب بدون دم. هذه متأكد إنه ما كنت تعرفها. أنا متأكد 100% ما كنت تعرف هذه المعلومة. أحبائي الكرام، لازلنا في موضوع القلب، بس هنا بنقارن بين القلب وقلب الحوت في البحر. يعني وين بيكون؟ اكيد بالبحر، يعني ما في مكان ثاني. المهم بنقارن قلب الحوت مع قلب الانسان. لا مو قلب، بنقارن انسان كامل مو بس القلب. قلب الحوت مع انسان كله. ف واو والله واو، قسما بالله واو. خلاص. دحين رجعنا لموضوع القمر. أول يعني بدلنا مكانه زحل. دحين لا، دحين بنشوف هل القارات يعني السبع اللي موجودة على قارات 7 صح؟ ما أدري بالضبط، صح 7؟ والله ما أدري. خلينا نروح نبحث. كم عدد القارات؟ 7 قارات. أوكي خلاص، المهم فهمنا إنه في 7 قارات، يعني كنت على صواب. دحين قلنا راح نشوف هل القمر يتسع للقارات ال7 المعروفة، اللي آسيا، أفريقيا، أمريكا، المدري إيش. خلاص فهمتوني، 7 قارات. هل القمر راح يتسع او لا؟ فراح يطلع لنا هذه الصورة. يس حبيبي، يعني يمكن القارات كلها تنحط فوق القمر، بس راح يكون يعني ضغط شوية على القارات. هذا كله بسبب يعني حجم القمر الصغير. لا تكذب علي وتقول لي انه ما ولا مرة جاك تفكير انه يعني ليش السلحفاة ما تخرج من القوقعة زي ما نشوفه بالافلام الكرتون وهذه الاشياء. يعني انا بس بقول السلحفاة بطيئة تخرج من القوقعة وتهرب. فيعني ليش يعني عمر واحد يفكر ليش ما تستطيع انها تخرج من القوقعة يعني تجرب مرة ثانية. البعض يدري والبعض ما يدري انه هذه القوقعة جزء من جسمه. يعني ما هي قوقعة متخبي فيها لا، فهي مليانة بالأحشاء تبعه. يعني عمره ما بيخرج منها، من الأخير عمره ما راح يخرج منها أبدا. فهي جزء من جسمه. خلاصة للقول إنه ما راح تخرج منها أبدا في حياتها. إذا خرجت تموت. خلاص.
في هذه الصورة أنا ما راح أشرحها أبدا، أنا راح أعطيكم الصورة وأعطيكم 5 ثواني للتفكير وتقولوا لي إيش هي. انزل دحين شوف أنا بحط لك الصورة دحين، تنزل تكتب بالتعليقات إيش هي، تخمن. تغش وتقرب المقطع بعدين تروح، لا هذه شوف الغش أنا ما يعجبني. المهم تشوف الصورة تنزل بسرعة تشوف تكتبها المهم الصورة هي هذه. هذه الصورة حقيقية، يعني ما هي مزورة أو بالفوتوشوب زي أي واحد قاعد يقول هذه ترى مدري ايش فوتوشوب. لا هذه صورة حقيقية لصاروخ فضائي اجتاز الغيوم وخرج عن طبقة شو اسمه الاتموسفير، ولا تعرفون الطبقات، ستراتوسفير كذا سفير مدري ايش سفير، الاتموسفير، خرج من الطبقة الأولى وراح خرج عن. هذه الصورة كمان راح أعطيكم فيها 5 ثواني للتفكير، لتفكروا ايش هي. مرة ثانية في اشخاص عرفوا وفي اشخاص ما عرفوا. هذه الصورة لغاز ستيشن. ايش ذي غاز ستيشن؟ اتكلم عربي حبيبي، اتكلم عربي. اوكي هذه الصورة لمحطة بنزين قبل ما يبنوها، قبل ما يبنوا هذه المحطة، يعني يحفروا هذه الحفرة ويركبوا هذه الاشياء قبل ما يبنوا، بعدين يبنوا المحطة. آخر صورة معنا ونختم بها المقطع، وآخر صورة معنا بهذا المقطع وخلاص. صورة نادرة الصراحة، خليتها الأخير يعني ما أدري، ما الأغلب يعني تقريبا 90% ما يدروا عنه، 10% يدروا عنه. الأشخاص اللي يعني يروحوا السينما ويشوفوا الشاشة ما يدرون إيش وراء ذيك الشاشة. عموما خلاصة القول الجواب هو هذه الصورة، هذا هو اللي موجود وراء الشاشة اللي موجودة على السينما. أدري إنك ما كنت تعرف عنها شيء، وأنت من ذوك 90% اللي ما تدري عنها، وإذا كنت من ذوك 10 اللي يدرون عنها لايك بس خلاص، ما عم بطلب منك اشتراك، لا واشتراك كمان يعني منك تساهل كذا. عموما هذا كان مقطع اليوم، أتمنى يعجبكم، فمع السلامة.